كما اتهم الشيخ الوكيل المالكي بتستره على قضية وزير التجارة السابق فلاح السوداني المتعلقة بسرقة المواد الغذائية، مشيرا إلى أن السوداني هدد المالكي بأنه سيكشف قضايا عديدة في حال وقوفه ضده. كما تساءل الشيخ الوكيل عن موقف المالكي من جريمة البسكويت الفاسد وسبب سكوته عليها. المالكي لا ما عنده، بس باسم أحمد عنده. باسم أحمد، باسم أحمد عنده، باسم فلان 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 عنده، باسم فلاح السوداني عنده. فلاح السوداني مليارين وكسور مليون دولار سرق في قضية المواد الغذائية، واعتقل في السماوة بقضية الشاي اللي سبب سرطان المواطنين. منو طلع ب50 مليون دينار كفالة؟ ومنو هرب للخارج؟ ليش المالكي لحد الآن فرد استنكار ما طلع ضد فلاح السوداني؟ ليش ما طالب القضاء يحاكمون فلاح السوداني قضاء غيابيا، رغم أنه محاكمة آخرين غيابيا هم كانوا خصوم له؟ والسبب لأن الفلاح السوداني مهددة إذا وقفت ضدي أكشف أشياء ضدك. أكو قضايا لا يتمكن أنه المالكي أن يقف أمامها إلى آخر حد. مثلا يوم اللي جابوا مشعان الجبوري جاب عزة الشابندر وطلعوا براءة. أكو صفقات مالية. المالكي يريد الحوالية، أكو عليهم عيوب، لو بعث سابق، لو سارق، لو فاسد، لو كذا، حتى يولي ولي باكر من يريد يطلع حسه على المالكي يقول له إذا طلع حسك ترى أفضحك فلان شيء. وين موقفك يا المالكي من قضية البسكويت؟ لحد الآن البسكويت هذه جاية تسمم أطفال العراق، الكل حكى بيها إلا المالكي. ليش ما حكى بيها المالكي؟ والله احنا جاي نحكي شيخنا. أنت حكيتوا، أنا أقول الكل حكى بيها. احنا لما نطلعها أنا أقول لك عبرت، الكل حكى بيها إلا المالكي. ليش مالكي ما يحكي بيها لحد الآن؟ هم يفكرون عن أي وسيلة حتى عن طريقها يختلسون أموال. يعني مشروع بسماية السكني، أنا أجيب لك مثال، مشروع بسماية السكني هو مشروع سكني ناجح، مشروع سكني فاشل. دا يسووه وسحب أموال البنوك العراقية كلها انطاها قروض المشروع.